السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم كيكة بالشوكولا والكراميل، كتجي أكثر من رائعة، كتجي لذيذة بزاف ومعلكة. إلا جربتوها غادي تولي هي الكيكة المعتمدة عندكم إن شاء الله. غادي ندوزو دابا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هو الكراميل. غادي نوجدو باش غادي نخليوه يبرد. كناخذوا كاس ونص ديال السكر سنيده وكنديروها على نار مهيله حتى كتبدا تذوب هكا من الجوانب. عاد كنبداو نحركو وكما كتشوفوا معايا هو راه كيبدا يتحجر، وكنبداو نستمروا في التحريك حتى كيعاود يرجع يذوب داك السكر. يعني الا دار لكم هكا ما تخافوش منه، راه عادي. هانتو كي كتشوفوا معايا ها هو السكر ديالنا داب. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده باش هكا كتعطينا المذاق زوين للكراميل. غادي نبداو نحركوا داك الزبده حتى تذوب لينا مع داك السكر. راه دغيا دغيا كتذوب لان الكراميل كيشد سخونيه. هنا غادي نزيد كاس ديال الكريمه السائله. هنا ما سخنتها ما حتى شي حاجه، درتها هكاك بارده، يعني جبدتها من الثلاجه ودرتها. ممكن تعوضوا الكريمه السائله يا اما بدانون مسوس او لا كاس ديال الحليب، المهم اللي توفر لكم. غادي نحركوا مزيان هذاك السكر. في الاول كيبدا كيتحجر ولكن دغيا دغيا كيذوب. صافي غادي نحركو مزيان وغادي نزيدو 5 ديال القطع ديال الشكلاط ابيض. انا استعملت هنايا كالا، ومع واحد القبيصه ديال الملح تكون كبيره شويه. صافي كنبداو نحركو حتى كيذوب لينا داك الشكلاط، راه دغيا دغيا كيذوب. صافي وهذا هو الكراميل ديالنا دابا راه واجد. غادي ندوز نديروه في الثلاجه وحتى كيرجع معلك حتى كيتماسك. بالنسبه للمكونات ديال الكيك غادي نعطيهم لكم بالغرام وبكاسه العنبه. اذا غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، عندي 180 غرام ديال السكر سنيده حبيبات، كاس ديال العنبه وربع، 200 غرام ديال زيت نباتي، كاس عنبه وربع، وعندي 120 مليلتر ديال الحليب. انا كلشي اغلبيه كنعبروا بالميزان بالغرام. 120 مليلتر حليب، وهي كاس ديال العنبه الا ربع. وعندي دانون الفاني الا كان فيه 110 غرام ولا 120 غرام بحال بحال. 240 غرام ديال الدقيق الابيض، من الاحسن يكون ديال الحلويات، يعني جوج الكيسان عنبه وربع. وعندي 50 غرام ديال الكاكاو، قبيصه كبيره ديال الملحه والفاني. وعندي جوج اكياس ونص ديال الخميره ديال الحلويات، ما يعادل 20 غرام ديال الخميره. وان شاء الله غادي نخلي لكم المكونات مكتوبه كامله في صندوق الوصف بالغرام وبالكاس العنبه. غادي ناخذوا هنايا 4 ديال البيضات وقبيصه ديال الملحه، كي قلت لكم قبيصه تكون كبيره شويه. وغادي ناخذوا سكر سنيده، 180 غرام ديال السكر سنيده، اولا كاس ديال العنبه وربع ديال السكر سنيده. المهم كي قلت لكم هنايا ما تحاولوش نقصوا الحلاوه، لان الحلاوه ديالها كتجي غزاله هي هذيك. واخا حتى مع الكراميل راه كتجي هي هذيك. وغادي نزيدوا هنايا عندي نسيت ما ذكرت معكم معلقه كبيره ديال الخل. معلقه كبيره ديال الخل ضفتها على داك الكاس ديال الحليب اللي عندي، 120 مليلتر ديال الحليب. كي قلت لكم ضفت عليها داك المعلقه ديال الخل، هي اللي كتخلي لنا داك الكيك كيجي غزال، كيجي بحال ملي كديروا فيها داك الكاس ديال الحليب بحال درتو فيها كاس ديال اللبن، كيجي غزال، كتجي رطبه من الداخل. صافي كنبداو نطربوا هذوك المكونات مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. وعاد كنزيدوا المكونات الاخرى. غادي نزيدوا كي قلت لكم داك الحليب اللي درنا معاه الخل، وغادي نزيدوا الزيت، وغادي نزيدوا دانون. هاد المكونات هادو غادي نزيدوهم كامله، غيبقاو غير النواشف غادي نخليوهم حتى الاخر اللي هما الدقيق والكاكاو. صافي غادي نعاود غادي نزيد هنايا دانون ديال الفاني. الا ما توفر لكمش ممكن ديروا دانون طبيعي. صافي وكنبداو نحركوا هاد المكونات بالخلاط الكهربائي غير شويه، يعني ماشي بزاف.
صافي هنايا غادي نحيدو الخلاط الكهربائي، وغادي نخلطوا الطحين ديالنا غير بالخلاط اليدوي. بالنسبه للدقيق غادي نديرو على جوج ديال الدفعات هكا باش الكيكه ديالنا كتطلع لنا زوينه. هنايا غادي نخلطوا غير بالخلاط اليدوي. ومن الاحسن تاخذوا دقيق نوعيه جيده خاص بالحلويات، هو اللي كتستقبل الكيكه زوينه. انا دائما كنعتمد كندير دقيق يكون نوعيه جيده باش هكا كتجي الكيكه زوينه. صافي غادي نخلطو غير هكا بالخلاط اليدوي، وغادي نزيدو الكاكاو. بالنسبه للكاكاو حتى هو ضروري يكون نوعيه جيده. الا توفر لكم هذوك ديال الساشيات ديروهم. انا هنايا كناخذ هذيك واحد العلبه من مرجان، كدير شي 50 درهم 52 درهم، فيها 250 غرام، غزاله بزاف. واحد المذاق ديال الكاكاو كيجي في الكيك رائع رائع بزاف. صافي هنايا غادي نزيدو جوج ديال الاكياس ونص ديال الخميره، ممكن ديروا غير جوج. مهم غادي نديرو كي قلت لكم الخمارات مع الكاكاو، وغادي نخلطو هكا شويه غير حتى ما كيبقاش باين. وعاد غادي نخلطوه شويه بالخلاط الكهربائي. هكا كيعطينا واحد القوام زوين بزاف الكيك ديالنا، كتجي غزاله. عرفتي داك المذاق ديال الكاكاو كيجي فيها رائع بزاف، كيجي باين. صافي كنتمنى ان شاء الله تتبعوا هاد الطريقه هذه اللي شاركت معاكم في الفيديو بالتفصيل. راه انا اكيده غتصدق معكم الكيكه رائعه رائعه بزاف. وهنايا كنتاكدوا ان ما بقاش لينا هكا حبيبات اولا الخليط ديالنا لاصق من التحت. صافي كان غادي ناخذ واحد المول. انا خديت هذا المول العادي اللي فيه هكا ثقب من الوسط، ودهنته بشويه ديال الزيت ودهنته بشويه ديال الزيت ودرت له شويه ديال الدقيق. صافي هكا بالطريقه العاديه اللي موالفين كنديروا. ومن نكونوا كنكبوا الكيك ديالنا غنحاولوا نهزوا يدينا شويه الفوق باش هكا الكيك يجي مهوي من الداخل. غادي ندخلو الفران مسخن من قبل. انا عندي الفران ديال الغاز، غادي نخليه حتى يطيب وغادي نخرجو. ها نتوما كي كتشوفوا معايا بالنسبه للكيك كيجي غزال بزاف، كيجي طالع. هكا خليته حتى برد شويه، عاد حيدته من المول. صافي وكناخدو الكراميل ديالنا. ها نتوما كتشوفوه كيجي غزال بزاف، كيجي معلك. كنبداو نزينو به بهذه الطريقه، او التزيين كيبقى حسب الرغبه. ممكن انكم الا ما بغيتوش ديروا الكراميل ديروا الغناش ديال الشوكولا، حتى هو كيجي غزال بزاف. صافي مهم بالنسبه للغناش كديروا شوكولا تكون نوعيه جيده مع الكريمه السائله، وكتزينوا به. راه كيجي حتى هو لذيذ بزاف. راه سبق لي شاركته معكم في الكيك اللي درت اخر مره. وهنايا كي كتشوفوا من بعد ما درت ليها الكراميل غادي ناخذ اللوز كونكاسي. خديت اللوز قشرته ودرتو في نقيته ودرتو في الهاشوار ودخلته للفران مع الفران كان سخون. صافي دغيا كيتحمر ردو معاه البال. وممكن تزينوا باللوز افيلي اولا اللوز افيلي تحمروه هكا شويه في المقله اولا الشكلاط. المهم اللي توفر لكم تحكوا هكا مثلا الشكلاط اولا ديروا لي بيبي شوكولا. المهم اللي بغيتو راه كيجي غزال بزاف هذا الكيك. وحتى الا قدمتوه غير بوحديه راه كيجي رائع، هو اصلا كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها كيف كتجي من الداخل.
وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجي من الداخل. راه كتجي غزاله هشيشه بزاف ورطبه، كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نتلاقاو في الفيديو المجيء ان شاء الله. خليت لكم الراحه.